لو انت داخل على اول انترفيو في حياتك او بتجهز لاول انترفيو او عملت قبل كده كذا انترفيو وللاسف اترفضت فيهم كلهم، فالنهارده ان شاء الله هنغطي مع بعض اهم الاسئله الانترفيو، وبرده كده ان شاء الله كده كام تريكات كده عن تجربه شخصيه باذن الله. في الانترفيو ما بتكونش عباره عن اسئله وخلاص، لا طبعا بالعكس، ده في طبعا حاجات تانية خفيه جدا جدا بجانب ده كله، بجانب الاسئله اصلا كلها، زي مثلا السوفت سكيلز، ازاي مثلا بترد على السؤال. لو انت مثلا سؤال مش عارف انك تجاوب ازاي هترد عليه بالظبط، فالنهارده ان شاء الله هنغطي مع بعض الكلام ده كله باذن الله عن تجربه شخصيه، وحرفيا فيديو مهم جدا لاي حد يا جماعه باذن الله والله العظيم، فخليك معايا لحد الاخر يلا بينا. اول حاجه طبعا قبل ما تروح الانترفيو اصلا اعرف انت رايح الشركه بتتكلم عن ايه، اعرف ايه هي الشركه. بمعنى انك مثلا طبعا لازم تخش تبحث وتقرا عن الشركه بتقدم ايه، الخدمات بتاعتها مثلا، ولو عندك حد صاحبك جوه الشركه دي شغال هيفيدك جدا جدا في الكلام ده. ممكن مثلا تساله مثلا عن ايه الشركه، مثلا بتتكلم عن ايه، الدنيا جوه الشركه اصلا ماشيه ازاي، المرتبات والكلام ده كله، عشان في الانترفيو مثلا لو الاتش ار سالك اي سؤال عن الشركه لازم تعرف انك ترد جامد، يعني بطريقه تبين له ان انت مهتم جدا بالوظيفه. لان يا جماعه برضه عشان تكون عارف لازم هيسالك في الانترفيو سؤال عن الشركه، فلو انت للاسف ما ردتش او اي كلام كده وخلاص، لا طبعا خالص للاسف طبعا انت مش هتكمل. ليه؟ لان هو عايز حد مهتم بالوظيفه، عايز حد يكون مهتم بالشركه اللي هي بتقدم او اللي انت رايح تقدم فيها، تمام؟ فلازم طبعا انك تقرا جدا كويس جدا عن الشركه اللي انت رايح تقدم فيها الاول، قبل ما تروح خالص او قبل اصلا الانترفيو خالص. طبعا دي برضو بتحسن فرصك جدا في القبول في الانترفيو ان شاء الله. يعني رقم اتنين، قبل الانترفيو لازم طبعا تحضر كويس جدا جدا عن كل الاسئله بتاعت الانترفيو. النهارده احنا مثلا بنتكلم النهارده عن انترفيو الماني، فلازم تكون محضر كويس جدا جدا جميع الاسئله واجابات مقنعه، تمام، لجميع الاسئله بتاعت الانترفيو الالماني بالذات، تمام. طبعا اول سؤال مثلا هيقول لك عرف نفسك، بتشترين زيش فوا، تمام. طبعا ده يا جماعه انا عن نفسي أنا شايفه اهم سؤال في الانترفيو كلها. ليه؟ عن نفسي أنا اعرف ناس شخصيا يعني اول ما جاوب السؤال ده في الانترفيو ما كملوش، اتقبلوا بمعنى اصح، لان انت اول ما هتتكلم في الاول خالص الشخص قدامك هيعرفك انت مين بالظبط او قوتك في اللغه بالظبط هتبقى عامله ازاي. فحاول تحضر كويس جدا للسؤال ده بالذات اللي هو بتاع التعريف عن النفس او شين زيش فوا قبل الانترفيو. خش مثلا على شات جي بي تي ولا حاجه، قول له مثلا اكتب لي تعريف عن النفس مستوى سي اينس او بيت صغير ولا حاجه، واحفظه كويس جدا جدا جدا، تمام، قبل الانترفيو، وخش جوه وقوله له، واضمن لك ان شاء الله 90% ان السؤال ده ان شاء الله باذن الله لو انت يعني جاوبت فيه بطريقه كويسه جدا جدا ان شاء الله مثلا بمستوى يعني بيتس بقى او ساينس ولا حاجه، ان شاء الله هيكون مقبول بنسبه 90% في الانترفيو. رقم اتنين طبعا برضو عندك اسئله كمان، عندك مثلا سؤال كمان اللي هو بتاع ايه هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك، او مثلا بالالماني was sind ihre Stärken und ihre Schwächen، was sind ihre Stärken und ihre Schwächen، يعني ايه نقاط قوتك ونقاط ضعفك. طبعا برضو حاول تخش برضو وتبحث، برضو عندك مثلا في شات جي بي تي ولا حاجه، تمام. بص على حاجه حلوه، طبعا انت يعني مش عايزك انك تجاوب اسئله او تجاوب باجابات طويله جدا وتعمل اخطاء كتيره جدا خالص. عارف انت انا بس كل اللي انا عايزه منك جاوب بجمله واحده بس جرامر 100% صح، وده اللي هم عايزينه منك هناك. هم هناك مش عايزين انك تكون بتتكلم كتير وبتغلط، لا خالص. حاول دايما تركز في الانترفيو على ازاي انك تجاوب بطريقه حتى لو قصيره جدا بس تكون جرامر صح 100%، ده اللي هو عايزه منك هناك. عندك برضو كمان سؤال وهو warum möchten Sie bei uns arbeiten؟ أو بطريقة تانية warum möchten Sie sich bei uns bewerben؟ يعني أنت عايز تشتغل معانا في الشركة بتاعتنا. فده نفس الكلام برضه، حاول طبعا تحضر بقى يعني إيه كلام مثلا عن الشركة مثلا بتقدم خدمات كويسة جدا، طبعا حضر الكلام ده كله بمستوى كويس، بس أهم حاجة ما تكترش في الأسئلة، تمام، أو ما تكترش في معلش سوري في الجواب بتاع الأسئلة. جاوب ولو بجمله واحده او جملتين اتنين بس يعني حاول تكون جرامر 100% صح. ناخد مثلا مثال، لو قال لك مثلا مثلا ايه erzähl mal kurz über dein Leben، erzähl mal kurz über dein Leben، يعني مثلا قول لي حاجه عن حياتك. فانت مثلا بقى ايه مش عايزك انك تحكي له قصه، لا بص احكي له يعني ولو جمله واحده بس، نفس الكلام كده بالظبط، وهي mein Leben war nicht ganz besonders gewesen, sondern wie das normale Leben der Menschen. Mein Leben war nicht ganz besonders gewesen, sondern wie das normale Leben der Menschen. يعني حياتي ما كانتش مختلفة جدا يعني عن الناس التانية. بس كده جرامر صح 100% الحمد لله، وقصيرة. وبرضه على فكرة عشان خلي بالك بيسألك أسئلة في جوه اللي أنت بتجاوب فيه، في حاجة اسمها النخفراجن، النخفراجن أو اللي يعني السؤال العكسي.
بمعنى انك مثلا لما تجاوب على سؤال ولا حاجه هيسالك فيه في حاجه انت جاوبت فيها تاني، تمام؟ فدايما حاول وانت بتجاوب مثلا جاوب على سؤال انك تكون مقفله له، تمام؟ بحيث ان هو ما يعرفش يسالك فيه اي سؤال تاني خالص، خليك انت اللي بتدير الحوار. فدايما كده طبعا بقول لك حاول دايما تكون بتجاوب اسئله صغيره جدا، او بتجاوب مثلا اجابات صغيره مش طويله، جرامر صح، وتقفلها له عشان ما يسالكش فيها اي سؤال تاني. تالت اهم حاجه اللي تاخد بالك منها قبل الانترفيو هي طبعا حاول تدرب نفسك كويس قبل ما تخش الانترفيو. بمعنى لو عندك مثلا واحد صاحبك ولا حاجه بيتكلم الماني كويس، حاول تخليه يعمل معاك انترفيو قبل ما تخش الانترفيو بتاعت الشركه اللي انت عايز انك تقدم فيها. ليه؟ في كده حكمه بحبها جدا بتقول لك كلما زاد علمك بشيء كلما قل خوفك من هذا الشيء، وكلما قل علمك بشيء كلما زاد خوفك من هذا الشيء. فبمعنى طبعا حاول انك تعمل انترفيو كتير جدا قبل ما تخش الانترفيو الحقيقيه عشان تكون متدرب على الاسئله كويس جدا وازاي تجاوب والكلام ده كله، تمام؟ ولو ما عندكش طبعا حد صاحبك خالص ولا يشغلك خالص، عندك شات جي بي تي، ممكن مثلا تخش معاه عادي جدا، تقول له مثلا انا عندي انترفيو واتكلم معاه. عندك مثلا جيميناي او عندك شات جي بي تي، ممكن تكلمه عادي جدا تقول له مثلا انا عندي انترفيو وعايزك تعمل معايا محاكاه قبل ما نخش الانترفيو. بص هيسالك اكنه اتش ار بالظبط، فما تقلقش. اهم حاجه بس خد الخطوه ان شاء الله وجهز لها كويس جدا، واتدرب برده كويس جدا قبل ما تخش ان شاء الله الانترفيو اللي هي الاساسيه. رابع حاجه بقى وهي اللبس بتاعك وانت رايح مثلا الانترفيو. بص لك على حاجه حلوه، لو انت مثلا رايح تقدم في شركه مثلا ايه، في بنك مثلا او اي حاجه زي كده، فدايما حاول يعني انك تكون لابس لبس على حسب الشركه دي، تمام؟ يعني مثلا ما تكونش مثلا انك رايح تقدم في بنك ولا حاجه زي كده مثلا وتلبس لي بنطلون وتيشيرت، لا طبعا ما ينفعش خالص. طبعا لازم تلبس في الحديد فورمال بدله والكلام ده كله. لكن لو انت مثلا بتعمل انترفيو في شركه عاديه مثلا كول سنتر او حاجه زي كده، فالبس لبس كاجوال عادي جدا خالص، عندك مثلا تيشيرت بنطلون كوتش زي الفل. اهم حاجه بس كده يكون يعني ايه كده حاجه نضيفه كده ولا حاجه، تمام؟ وبس يا باشا. فيعني ايه اللبس ما ينشغلكش قوي عن الانترفيو خالص، يعني حاجه عبيطه جدا مش مستاهله خالص يعني والله. والحاجه اللي بعد كده طبعا وهي يا جماعه السوفت سكيلز او المهارات التواصل بتاعتك وانت في الانترفيو. طبعا عندك نظره عينك، عندك نبره صوتك وانت بتتكلم، طبعا ما تكونش خايف خالص. واهم حاجه انا شايفها طبعا في الكلام ده كله وهي نظره عينك. يعني مثلا وانت بتتكلم عن الاتش ار حاول يعني تكون باصص في عينيه، تمام؟ يعني مثلا ما ينفعش هو يكون بيكلمك ولا حاجه وانت تكون مثلا باصص في الارض او باصص في اي مكان تاني، ما ينفعش خالص. لا طبعا لازم انك تكون باصص في عينيه، دي بتدل على قوتك الشخصيه، تمام؟ وبرضه طبعا بتدل على الاحترام من ناحيه تانيه. فلو انت مثلا مهتم بحد الحاجه وانت بتتكلم معاه، فلازم انك تكون باصص في عينيه على طول وانت بتتكلم معاه، بتدل على القوه الشخصيه بتاعتك وبتدل على يعني انك برضه انك مهتم وبتحترم الشخص اللي انت بتتكلم معاه ده. نفس الكلام برضه في نبره الصوت وانت بتتكلم مثلا، حاول تتكلم بالراحه شويه، ما تستعجلش في الكلام عشان ما تتلخبطش، تمام؟ وبرضه عشان تكون عارف وانت مثلا بتتكلم بالراحه شويه وبالذات طبعا او بالتحديد في الانترفيو، بدول طبعا يعني هتفكر كويس جدا قبل الكلام، هتعرف هتقول ايه بالظبط طبعا، وانك ما تتلخبطش في الكلام وانت بتتكلم. فاتكلم بالراحه شويه بنبره محترمه او بنبره قويه جدا وانت بتتكلم. كم نصيحه برضه كده وانت بقى داخل تعمل الانترفيو حالا دلوقتي. طبعا رقم واحد كده وانت داخل خش بابتسامه كده عريضه كده حلوه على وشك، فرحان ما تقلقش وما تخافش خالص، تمام؟ هي مش اول انترفيو ليك ولا اخر انترفيو ليك، عندك حاجات كتيره جدا. ولو برضه يعني اترفضت من المكان ده في 50,000 مكان تاني هيقبلك. بص ولا يشغلك خالص، اهم حاجه بس تخش محضر ليها كويس، تمام؟ طبعا كده برضه تكون داخل بثقه بالنفس عاليه، ابتسامه طبعا على وشك، سلم بثقه على الاتش ار كده، سلم عليه كده بثقه كويسه، تمام؟ وبس مع طبعا دي اول حاجه. تاني بقى حاجه وانت بتجاوب حاول طبعا على قدر الامكان يعني مثلا خد وقت وانت بتجاوب، او مثلا فكر ثانيه او كام ثانيه كده قبل ما تجاوب عشان تجاوب طبعا اجابه مقنعه جدا، تمام؟ وما تلخبطش في الكلام من الاخر، تمام؟ وبرضه حاجه كمان وهي يعني حاول تحكي امثله وانت شغال. لو قال لك مثلا احكي لي مثلا مثال عن اي موقف صعب في حياتك، لو قال لك مثلا بالدويتش bitte erzähl mal von einer Herausforderung hast du in deinem Leben getroffen. bitte erzähl mal von einer Herausforderung hast du in deinem Leben getroffen. يعني مثلا قول لي عن تحدي حصل لك في الحياه. ممكن بقى مثلا تحكي له عن اي حاجه حصلت لك برضه في الحياه، مثلا موقف صعب وانت عديت منه ازاي، اي حاجه بقى طبعا تيجي في بالك احكيها. وبرضه يفضل انك تكون محضرها قبل ما تخش الانترفيو. ولو سألك برضو سؤال انت مثلا ما فهمتوش او مش عارف انك تجاوبه، بص خليك هادي خالص، ما تتوترش خالص. اهم حاجه بس تكون محافظ على هدوءك، رقم واحد. رقم اتنين ممكن مثلا تقول له
Bitte Entschuldigung, das habe ich nicht ganz verstanden. Bitte können Sie es nochmal wiederholen. Nochmal. Bitte, ich habe das nicht ganz verstanden. Entschuldigung. bitte können Sie es nochmal irgendwie wiederholen. فانت مثلا بتقول انك يعني ايه ممكن تكرر السؤال تاني ما فهمتش كويس والكلام ده كله. بس اهم حاجه حافظ على هدوءك كويس جدا. تمام. وما تتوترش وانت بتتكلم. اتكلم طبعا بص اتكلم ببرود جدا خالص. ما تخافش خالص. طب زي ما قلت لك من شويه هي مش اخر انترفيو ليك. عندك 50 مكان تاني في برضه شغل. يعني مثلا الشغل مش واقف على المكان ده بالتحديد طبعا خالص. تمام. وبرضه حاجه كمان وهي بص طبعا انك تكون بقى داخل بثقه انك ان شاء الله هتكسب الانترفيو. ان شاء الله هتاكسبتد في الانترفيو دي باذن الله. فطبعا ده بيجي بعد الثقه والممارسه الكتير والكلام ده كله. ما بيجيش طبعا كده ايه. لا طبعا لازم تكون محضر لها كويس جدا. داخل واثق بنفسك اللي انت ان شاء الله هتكسب او هتكون ان شاء الله مقبول في الانترفيو دي. في اخر حاجه بقى في الانترفيو لازم حاول انك تساله اي سؤال. طبعا انك باين انت قد ايه مهتم بالوظيفه ديت. وبرده على فكره انت ممكن مثلا لو سالته سؤال يعني برضه مثلا اعرف حد حرفيا يعني في اخر الانترفيو هو اصلا ما كانش ايه هيتقبل خالص. طبعا هو كان حد بيحكي لي عنه يعني. تمام. كان اتش ار بيحكي لي عنه. في اخر الانترفيو ما كانش إيه هيتقبل خالص. كان مرفوض. بس سال سؤال في اخر الانترفيو خلاه يتقبل بعد الكلام ده كله. سؤال مثلا زي welche Verantwortungen soll ich erfüllen? welche Verantwortungen soll ich erfüllen؟ يعني انا مثلا يعني ان انا هعمل ايه في الشغل او ايه هي مثلا المسؤوليات اللي انا لازم اشيلها او اتحملها في الشغل. سؤال زي كده تبان انت قد ايه اصلا مهتم بالوظيفه. وانت برضه اصلا قد ايه بتدي انطباع للاتش ار اللي انت ان شاء الله يعني هتتقبل في الانترفيو بالسؤال بتاعك زي كده مثلا. كم نصيحه بقى كده سريعه طبعا قبل الانترفيو. رقم واحد حاول تتكلم بطبيعتك وما تتجملش من الاخر. طبعا برضو انك ما تكونش حافظ كل حاجه. اتكلم بس بطبيعتك. حاجه برضو كمان وانت بتتكلم بيبص على الشخصيه بتاعتك مش بس على اللغه خالص. طبعا وعلى فكره طبعا يعني لو انت بس واحد بتتكلم الماني كويس جدا بس للاسف عندك الشخصيه مش قويه مش محترم الكلام ده كله للاسف مش هيقبلك. ليه؟ لان هو في الغالب بيعرف في كده حتى مثال بالانجلش بيقول لك ايه talk to know you. فانت اول وما انت تتكلم هيعرفك على طول من شخصيتك. فدايما برضو يعني اتكلم بطبيعتك ما تحفظش الكلام كله. وبرضو اهتم جدا بطبعا نظرة عينك الصوت بتاعك والكلام ده كله وانت بتتكلم حتى جوه الانترفيو كمان. وبرضو حاجه كمان ما تتوترش. بص هو عادي جدا لو اتوترت مفيش مشكله خالص. بس حاول طبعا انك تاخد او التوتر ده حاول تخليه يدفعك من التوتر للحماس تخش تكسر الدنيا في الانترفيو باذن الله يعني. فما تخافش خالص. اهم حاجه برضو خليك واثق من نفسك وانت بتتكلم. ولو انت مثلا دخلت قبل كده كام انترفيو واترفضت فيهم كلهم ولا يشغلك خالص. طبعا ده كله كان يعني تدريب او تمهيد ان شاء الله لليوم اللي انت هتسمع فيه مبروك انت اتقبلت معانا دوبس اكسبتيات. تمام. فان شاء الله برضو كده هحضر لك كويس جدا ما تتوترش خالص. وان شاء الله برضو هتيجي باذن الله وهتتقبل في يوم بامر الله. طبعا كل حاجه انت مريت بيها قبل كده تمام هتنفعك جدا جدا في الانترفيو اللي انت عايز تخشها ان شاء الله باذن الله يعني. تمام. وبرده يا جماعه دي مش امتحان. دي طبعا كده مثلا محادثه بس كده بسيطه اللي هي يعني ايه حاجه تعارف من الطرفين مش اكتر. فانت خدها او خشها من المنطلق ده او بالتفكير ده. انت مثلا داخل حاجه داخل انك تتعرف بالاتش ار بس مش اكتر. مش امتحان بقى والكلام ده لا طبعا خالص. تمام. وبس كده. فطبعا لو استفدت باي حاجه اهم حاجه بس طبعا اللايك للفيديو والاشتراك في القناه عشان ان شاء الله اي حاجه جايه توصلك باذن الله يعني. وبرضه يا جماعه للاسف في معظم الناس اللي هي بتتابعنا اساسا بتكون فوق 90% مش مشتركين في القناه. ف مشترك في القناه ان شاء الله اللي جاي محترم وحاجه كويسه جدا باذن الله وفي لنا كلنا ان شاء الله. ولو عندك طبعا اي سؤال تحت ان شاء الله في التعليقات باذن الله هرد عليك. تمام. فيا رب نكون استفدنا وبالسو ميكسيم